أول حديث لعروسة الشرقية اللي عريسها توفى يوم الزفاف. جوزي عايش ما ماتش ومحدش يقوله إنه مات، أكيد هيرجع، أنا مش هقدر أعيش من غيره. أنا افتكرته نايم مش من كتر التعب، وبصحيه لقيته مات، مش مصدقة إني مش هشوفه تاني. بالكلمات دي حكت عروسة الشرقية اللحظات الأخيرة في حياته. قالت إنها كانت بتستنى اليوم ده بفارغ الصبر علشان تحتفل بعريسها اللي اختاروا قلبها. كانت فاكرة إن اليوم ده هيبقى أحسن يوم في حياتها. ولما جه يوم الفرح الأمور كانت ماشية عادي خالص، ولما ركبوا العربية عشان يرجعوا البيت لقيته سكت فجأة وغمض عينيه. في البداية افتكرت إنه داخ من كتر التعب، ولما جت تصحيه لقيته وقع. اتغرب 5 سنوات علشان يحجز فرحه في أحسن قاعة، وعشان يجيب الشقة اللي نفسه فيها. أبو العروسة نايمة وتايهة خالص ومش بترد، معلقين لها محاليل ومفيش فايدة. العريس ده كان ابني وكان محترم جدا وعمره ما ولع سيجارة. مات جنبها في العربية ونطق الشهادة ووصاها على أمه وأخواته بكلمات تقطع القلب. أم عريس الشرقية يا حلو يا سمعة. العريس تعب جدا في الفرح واغمى عليه وجات له وفوقوه، وبعد ما فاق جات له نغزة في قلبه، ولكن كمل الفرح عادي خالص علشان ما يزعلش أصحابه. الله يرحمك يا سمعة ويصبر قلب أمك وعروستك وكل أحبابك يا رب العالمين. اللهم السلام عليكم.